ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله بارك فيكم. تفضل. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الله يجزيكم الخير، يبارك لكم وجهودكم جميعا. طيب بدأنا يلا بس جاهز يا كرام؟ جاهز. كرام بين الصفحات بعد أجمعين دعاء الخير. طبعا نص. تفضل تفضل شوي أستاذ. شغال بس هلا؟ نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على أن تكرمت وتفضلت علينا في هذا المركز مع أخواتنا وبناتنا، مع رائدات الجيل الصاعد، مع اللواتي بإذن الله عز وجل سيكون مشروع أمة بأن نلتقي في هذا اليوم الأغر المبارك، في هذا اليوم من أيام الله عز وجل، من أيام الأشهر الحرم، مع فضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ الأستاذ المحقق الحبيب إلى قلبي خاصة، يعني هي شيء خاص فيني، أحبه حبا جما، وأسأل الله تعالى أن يجعل حبي له إن شاء الله صادقا، فهو أستاذي وشيخي وله في القلب مكانة لا يعلمها إلا الله، فأسأل الله تعالى أن يجعلني خير تلميذ لخير أستاذ يا رب العالمين. فجزا الله خير شيخنا، وهو أشهر من أن يعرف، وهو ابن دمشق، تتلمذ على يد كبار العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وبارك الله في شيوخه وأشياخه الأحياء، له مؤلفات كثيرة طيبة مباركة. والشيخنا حفظه الله عز وجل لديه محاضرة اليوم بعنوان إليك أيتها الفتاة المسلمة، فأنتم لا تقل أهميتكم في الأمة، فأنتم على ثغر عظيم، فأنتم على مكانة عظمى. فالمرأة التي يريد الغرب أن يصورها أنها معاذ الله سلعة تباع وتشترى، لكن الإسلام جاء لكي يعلي مكانة المرأة، ولكي يعلم الأمة جميعا أن أول من أعز المرأة هو دين الله تبارك وتعالى، وهذا الوحي الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فجزا الله شيخنا على حضوره، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليه. فلن أطيل عليكم، تفضلوا شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ونفع الله تعالى بكم الأمة على بركة الله وتوفيقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لكم جميعا حضورا ومشاهدين عبر البث، وتحية طيبة لمركز جمعية دعاة إلى الخير بمدينة إذن، الذين أتاحوا لي هذا المجلس، والذين أكرموني بهذه الدعوة، والذين كانوا سببا في قدومي إلى هذه المدينة المباركة على أرض بلاد الشام. عنواننا اليوم إليك أيتها الفتاة المسلمة، ولكن أجدني محرجا أن أتكلم مع أخوات ومع مدرسات هن يحملن الأمانة. فماذا أقول؟
لا حقيقة بعد زيارة مركزكم وبعد رؤيتي لأعمالكم، وأنا زرتكم سابقا قبل نحو 7 سنوات، وأعلم أيضا من خلال مواقع التواصل وفضيلة الأستاذ عبد الحميد والأخ الغالي الكريم يعني الأستاذ محمد علي الذي هو مثال ناطق عملي للهمة وعلو الهمة، فأنا أعلم ما تقومون به في هذا المركز. فماذا عساي أن أقول إليك أيتها الفتاة المسلمة؟ أنا ماذا أقول لكن؟ لا أستطيع، ولكن من باب النصيحة لله ومن باب أن المسلم عليه أن يلقي كلمة قد لا يلقي لها بالا يكون فيها النفع الكبير إن شاء الله تعالى. كلمات كنت قد وضعتها يعني في طريقي إليكم، أفكر فيها وجعلتها محورا للكلام معكم. بدأتها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولعل مستمعا كريما أو قائلا يقول لي: وما علاقة عنوان محاضرتنا إليك أيتها الفتاة المسلمة بحديث لا تحقرن من المعروف شيئا واتقوا النار ولو بشق تمرة؟ ما علاقة اجتماعنا ومركزنا ونحن أمام مدرسات أسأل الله أن تكون كل واحدة منهن منارة خير وهداية وتربية وتأسيس بيوت للمسلمين إلى ما شاء الله تعالى. ما علاقة الأحاديث التي ذكرتها بكنا؟ أدخل إلى كلامي معكم من هذه الأحاديث: لا تحقرن من المعروف شيئا. الآن أيها الإخوة في زماننا المعاصر، بل وقبل زماننا لو رجعنا إلى ما قبل نحو قرن من الزمن، إلى نحو قرن من زمن مضى، عندما بدأ الغرب بدأوا حربهم الحقيقية على الإسلام وعلى المسلمين. ليست الحرب المبنية على الجيوش والأسلحة وعلى العدة والعتاد، لا، من نحو قرن من الزمان بعد ذهاب دولتنا تفرق أمتنا، علم الغرب كله المسعور الذي يكيد للعالم الإسلامي كله من عرب ومن أعاجم وفي كل شعوب الأرض، علموا أن إصلاح المجتمع أو فساد المجتمع يكون من خلال المرأة. من خلال المرأة بدأ مشروعهم قبل نحو قرن من الزمان. كنت قد طبعت كتاب سابق بعنوان قولي في المرأة لشيخ الإسلام مصطفى صبري أفندي رحمه الله تعالى، كتاب لطيف يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالمرأة، فأكرمني الله بطباعة هذا الكتاب، وبسببه اضطررت للرجوع إلى كثير من التقارير الأوروبية، وعلى رأسها تقارير المنظمات الإنجليزية على رأسها، فوجدت كل من ينادي بتحرير المرأة ويقلل عملها المنزلي مربوطا بالصهيونية العالمية والاستعمار الماسوني. أبدا، إما علاقة مباشرة، والآن إخواني هذه المواقع وانفتاح المعرفة، ظهرت تقارير ولجان ما كانت منشورة من قبل. كل من كان يخاطب بتحرير المرأة وتقليل قدرها في المجتمع المسلم مرتبط ارتباط وثيق أو غير مباشر بالجمعيات الماسونية الصهيونية الغربية.
أرجع إلى بداية حديثي: لا تحقرن من المعروف شيئا. والغريب العجيب ما هو؟ أن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله للنساء، لأنه في روايات: لا تحقرن امرأة لجارتها أو من جارتها، فالحديث موجه للنساء. إذا كان معروف، يعني معروف يسير من مرأة إلى امرأة، النبي يحذرنا من انتقاصه وعدم معرفة قدره، فكيف بامرأة هي تصنع الأجيال وتقوم على بيوت المسلمين؟ هذا هو موضوع محاضرة اليوم. إليك أيتها الفتاة المسلمة، المشروع الزوجي، المشروع الأسري هو أعظم رسالة في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي جعل الغرب يلعب بعقول بناتنا حوله ويصغره ويستصغر قدره، حتى وصل البعض إلى كونهم لا يلقون له بالا. بدي أتكلم شوي باللغة العامية. يقولون ويكررون: شو أنت آخرتك للبيت وللمطبخ؟ طبخ وشرق، طبخ ونفخ وجلي وترباية وأولاد وكبرتي وصغرتي. ارحمي جسمك، ارحمي بدنك، شو استفدتي؟ فنيتي حالك مشان غيرك. أليس هذا كلام الآن ينتشر في المجتمع؟ جاوبوني. ألا تسمعون هذا الكلام الشيطاني من أناس؟ مع الأسف أنا لا أريد أن أسمي ولا أريد أن نشخص أبدا المسألة أعظم من ذلك. هناك أناس يلبسون لباس الدعاة من رجال أو من نساء، يقولون هذا الكلام، ولكن يقولونه بأسلوب منمق. العناية بالمرأة، أن تعتني بحريتها وجمالها ورشاقتها وقدها، يدخلون يعني لهذا الموضوع بهذه الوساوس. ومع كوننا نحن كمسلمين أو متدينين أو مثقفين، أنا كتبت وأكرر وأقول: أعظم عمل في تاريخ البشرية، كتبته مرارا وتكرارا وعندي عليه أدلة، أعظم عمل في تاريخ البشرية هو عمل ربة المنزل، فافتخروا بذلك وارفعوا رؤوسكن عاليا. لا عمل في الحياة الدنيا كمسلمين وكغير مسلمين أيضا، لا عمل أشرف من ربة المنزل، فهي التي تؤسس الزمن الحاضر، وهي التي، هذا كلام سأشرحه فيما بعد، هي التي تؤسس الزمن الحاضر، وهي التي تعد رجال المستقبل. المجتمع سواء كان مسلما متدينا أو غير مسلم، المجتمع كيف ينهض؟ أي دولة، أي حضارة، أي مدينة فاضلة موجودة كانت أو غير موجودة، قوامها البيت. هذا كل عاقل يقوله، ليس كلام مسلمين أو متدينين والله كلام كتاب وسنة، لا. لو رجعنا إلى الكتب التي تتكلم بتأسيس الدول والممالك، اتفقوا على أن قيام المجتمعات قوامه وأساسه وأصله البيت والأسرة. فلما فشلوا في إدارة البيت والأسرة أرادوا أن ينقلوا هذا الفشل إلى بلاد العرب والمسلمين. وكيف يعني يريدون أن يدخلوا هذا؟ بتقليل عمل المرأة المنزلي اليومي. أيتها المرأة، أنت في بيتك أنت مجاهدة كالرجل الذي يخرج من بيته صباحا باحثا عن الرزق الحلال. بل أقول لكم، نرجع، نحن الآن نتكلم كخطاب ديني إسلامي، كان كلاما عاما، لا، هي امرأة. هل يعقل أن يكون ذلك عبثا؟ مع أننا لو رجعنا إلى تأسيس وتأطير المسألة فقها، نرجع إلى الفقه. الخطاب الشرعي بالجهاد والقتال في سبيل الله بداية يتجه نحو الرجال أو النساء؟ الرجال.
تأصيص المسألة فكروا فيها فقها، تأصيلها وتأطيرها فقها. الخطاب في الجهاد والقتال والشهادة هو للرجال. لماذا كانت إذن وقضائه في هذا الأمر أن دولتنا المنشودة وأن عظمة إسلامنا وأن قيام مجتمعنا المسلم أصله في المرأة، أصله في المرأة أبدا. احذرنا ممن يقلل عملكن البيتي. في كل عام جرت العادة في رمضان، في بداية رمضان، الإخوة الذين يتابعون لي في مواقع التواصل، جرت العادة كل عام عندما يذكرون من فطر صائما فله مثل أجره. صحيح؟ أنا دائما أقول هنيئا لكم أيتها الأمهات والزوجات والأخوات. تخيلوا الأم في مطبخها كل يوم تفطر صائما. بالله عليكم هل هناك أعظم من ذلك؟ هذا غير صحيح. عندنا في مجتمعنا المسلم وفي عقيدتنا وديننا المرأة التي تقف في مطبخها هي تقوم في طاعة وعبادة. وسأقرب المسألة وأعرض مثالا عمليا. نحن موجودين إخواني، أنا لما بتكلم ليش بتكلم بين أهل العلم؟ الشيخ محمد علي وأستاذنا الشيخ الأستاذ عبد الحميد هم من أهل العلم، لكن الإنسان يتكلم أمامهم حتى إن أخطأت تسددون كلامي وتصوبونه أو تقومونه. يعني نحن مو موجودين هنا بس تسمعوا، أرجوكم ها. وفي معنى ما شاء الله حتى محضرين للدكاترة، الدكاترة في العلوم الشرعية. أنا لا أتكلم أمام مجتمع من العوام فقط. أرجع. قيام المرأة اليومي، هذا العمل بالله عليكم ظاهرا ألا يعد متعبا؟ كل يوم جلي وطبخ، كل يوم جلي وطبخ، كل يوم. وكذلك أقول كل يوم ذهاب للعمل. يعني كل شهر بدنا ندفع الفاتورة الرجل، وكل يوم بدك تجيب أكل وشرب للبيت. هذه الأعمال أليست صعبة في الظاهر؟ وكذلك أبناؤنا الطلاب كل يوم بده يروح على المدرسة، وكل يوم بده يروح على الجامعة، وكل يوم بده يروح على المركز، وكل يوم بده يتعلم. أمور صعبة. إذا ليست فقط على المرأة، على المرأة وعلى الرجل وعلى الكبير وعلى الصغير. لماذا؟ لأننا في هذه الحياة الدنيا دار التكليف. جمال الحياة الدنيا هو بالتكليف، جماله بدليل اسألوا البلدان التي كثر فيها الانتحار. لماذا؟ ما عندهم جمال هذه الحياة الدنيا الذي البعض يتأفف ويتضجر ويذم دنياه بسببه، وهو جمال الحياة الدنيا. اسألوا البلدان التي يكثر فيها الانتحار. نرجع للتأطير الفقهي والنظر إلى حقائق الأمور. لو أن المرأة فقها قامت في مصلى بيتها مصلية عابدة داعية، كم وكم لها من الأجر والثواب؟ شيء كثير. ولكن لو قامت في مطبخها ترعى حق بيتها وأسرتها وزوجها وأبنائها، إذا أردنا أن نطبق القواعد الفقهية، نحن ما عم نحكم كلام عام أو تفكروا كلام دعوي، لا، نحن نتكلم كلام سنسأل عنه يوم القيامة. أيها أفضل، أن تقومي قائمة عابدة ليلة كاملة، أو ترتبي المطبخ قبل ما تنامي وتحضري المطبخ ما مضى أو ما سيكون في اليوم القادم؟ سنطبق القواعد الشرعية. قيام المرأة في المطبخ قيامها عبادة شخصية لها وعبادة متعدية لغيرها. هل تعلمون أن إصلاح المطبخ في البيوت عمل لا يرضي الحياة الزوجية فقط؟ هل تعلمون أنه يرضي الملائكة الموكلون بالمؤمنين والمقيمين في بيوت المسلمين؟ هل يخطر في بالكم؟ مهما طاع الإنسان ربه وحده، مهما، لن يبلغ أصغر عمل
تكون الطاعة فيه متعدية. وانظروا إلى نصوص التشريع الكثيرة، نصوص كثيرة جدا، يعني تكاد لا يستطيع يعني القارئ والباحث أن يحصرها. كل عمل متعد أجره وثوابه، ودوام الأجر والثواب فيه أعظم وأكبر. وأما طاعتك الفردية فهي طاعة فرد، عندما تسلم من قيامك انتهت طاعتك. وأما عندما تعمل في البحث عن الرزق الحلال، أنت تنام أيها الرجل والأجر والثواب يعمل لك والعداد يستمر. لماذا؟ لأنك ترتاح حتى تذهب في اليوم التالي إلى العمل، فنومك في عبادة. والمرأة تنام بعد عمل يوم شاق في بيتها ومطبخها لترتاح من تعب مضى وتحضيرا لتعب يأتي، فحتى نومها في عبادة وطاعة. أنا لماذا أتكلم هذا الكلام؟ حتى لا تحقرن من المعروف شيئا. من يعلم أجره وثوابه عندما يقف في مطبخه. أنا ما تفكروا والله عم أقول يعني أنت بس بدك تحصر المرأة بالمطبخ بتكونوا ما فهمتوا شيء. أنا المقصود أن أخفف عنكن من التعب والأعباء، وأن تصير راح نروح نشتغل بحب. أيوة، وأن تصير الأعباء اليومية عبادة ويفعلها فاعلها بانشراح صدر وهناء. أنا كتبت وكررت في ليلة القدر، بمعنى إخواننا في المجموعة في ليلة القدر، الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. أحاديث كثيرة جدا. كيف من قام رمضان؟ كيف من قام رمضان؟ يعني أنا عندي أسرة، عندي عائلة، وعندي عمل بكرة. صاحب العمل لا يعني يلزمني بيقوم بعمل الساعة 8 صباحا. طيب نرجع إلى التأطير الفقهي. قوم الليل كلياته من العشاء إلى الفجر، وروح ثاني يوم أصر بعملي ويصير مشكلة بيني وبين صاحب العمل. والله صلي الفجر العشاء بجماعة والفجر بجماعة، وصلي التراويح وركعتين قيام ليل وحط راسي ونام، وفي ثاني يوم على عملي. أيهما طاعة أعظم وأشد وأكبر؟ بدنا نحط القواعد العلمية الدينية. المرأة تنام مشان قيام الليل، تروح من مركز لمركز، من بيت لبيت، ومن جامع لجامع مشان تقيم ليلة القدر، وترجع على البيت تتخانق هي وزوجها. تمام؟ أو أخي مو تتخانق هي وزوجها، ترجع تلاقي بيتها قايم قاعد. هل هذا يرضي ربها؟ إذا هي إخواني مو قضية أيتها الفتاة المسلمة فقط. هذا الكلام لا أقوله لكن فقط، لا، هو ترتيب الأولويات في الحياة الدنيا. هو ترتيب الأولويات. عندما يعلم كل إنسان في هذه الحياة الدنيا قدر الوظيفة التي هو عليها يقوم بها بحب. عندما يفعلها ويعلم الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يأتيه من ورائها يؤديها بانشراح صدر وهو سعيد بها. إذن أعظم عمل عندنا نحن كمسلمين هو عمل ربة المنزل، لأنها تأسيس لأبنائنا، ولأن فيه مثلا غير موضوع التأسيس والتربية، هذا كلام عام. أنا حبيت ما أحكي لكم الكلام المعروف، أنا ما بدي أحكي الكلام المعروف. تعرفوا أحاديث إطعام الطعام، خلاص مو بس من فطر صائما في رمضان، كم وكم عندنا أحاديث تتعلق بإطعام الطعام. هل تعلمون أن إطعام الطعام في الأحاديث التي في البخاري ومسلم مرتبطة بتمام الإيمان والإسلام؟ هل تعلمون هذا؟ هل تعلمون أن بذل السلام وإطعام الطعام وحسن الكلام مرتبط بديننا وبدخول الجنة؟ أحاديث كثيرة جدا. أخبرني بعمل، الصحابة عدة مرات أخبرني بعمل يدخل مبرورة. هناك فرق بين أن نقول لها قائلها فيها يوم لك ويوم عليك، يعني كل الأيام بالحياة الزوجية حلوة، لا
مجتمعاتهم بهذه القصص. أما نحن بنعرف الحياة الزوجية يوم هيك ويوم هيك، لكن عندما يتكلم أو أهل البنت التي تخطب عادة صح؟ لا، هذا بنظري غير صحيح. هذا الكلام أنا أقوله في مجتمع النساء والمدرسات والمعلمات إليك أيتها الفتاة المسلمة. هذا الشاب الذي نرضى دينه وخلقه من أين سيأتي؟ نجيبهم يعني بيجوا قوالب جاهزة؟ أو هناك من يقوم على إيجاد من نرضى دينه وخلقه؟ فالخطاب لكن قوام المجتمع بالمرأة المسلمة، قوام المجتمع بالمرأة المسلمة. احذروا إذن من الذي بدأت به، أن يقلل أحد من عملكم أو من رسالتكم. أنتم أصحاب رسالة جدا. تأسيس بيت رسالة. طيب ما في تأسيس بيت أيضا ممكن امرأة كتب الله لها تأسيس بيت، صح ولا لا؟ طيب نشر الفضيلة بين المجتمع النسائي هو مشروع. المرأة تجلس مع المرأة ويتاح لها الكلام مع المرأة أكثر من كلام الأساتذة والدعاة والمدرسين. في عزاء، في فرح، ينبغي أن نترك أثرنا في المجتمع. كل واحدة منكن ينبغي أن تكون صاحبة رسالة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا لا أرضى من بناتنا، لا أرضى ولا يعجبني أن تدخل مثلا الواحدة منكن أيتها الفتاة المسلمة، أيتها الفتاة المسلمة، أنا لا أرضى أبدا أن تدخل الواحدة منكن إلى حفل، إلى عرس. لكن أحيانا أنا ما شاء الله العدد كبير، ما كنت أتوقع هذا، بسم الله ما شاء الله. هلا كل واحد فات على حفل من النساء، أخواتنا النساء، وقالوا لهم اطفوا الأغاني. كل حفل سمعوا الكلمة وطفوا الأغاني ولا كثير بصير مشاكل؟ الأكثر ما حدا حيرد. أنا بعرف الجواب، أنا أعلم الجواب، ولكن أريد سماعه منكن. أنا لا أريد من الواحدة منكن تفوت الغنى، ماشي الحال، رح نحسن الظن، طفوها وراحت الآنسة، مو بس رجعوا شغلوها، والله أيوة حقدوا على الآنسة، وصار في قلبهم شيء على المتدينين أو على المحجبين أو على الذين يبتعدون عن الفجور وهذه الأمور. طيب ما هي الفائدة؟ لا. ليس هنا طريقة نحن لا نعمل لإيجاد فتاة مسلمة صالحة. إذا كان المركز لإيجاد فتاة واحدة مسلمة صالحة، اللي أستاذ عبد الحميد، لأنني لا أرضى هذا منكم. إذا كان مجمعكم ومركزكم هالأعداد والطاقات لإيجاد فتاة صالحة، هذا لا يرضي. الشيخ حسن رحمه الله صاحب هذه الفكرة ومؤسس هذا المركز، وقد أكرمني الله بزيارته والمثول بين يديه من فضل الله تعالى. الشيخ حسن هل كان رجلا صالحا وحده؟ هل كان في أيام النظام المجرم الذي حاربه وطالب برأسه مرارا، هل كان والله يقرأ لكي يعلم نفسه فقط؟ الشيخ حسن الذي كان سببا في هذا المركز عاش حتى يكون سببا في نشر الخير، دعاة إلى الخير والفلاح بين أفراد شعبه من السوريين بل وغيرهم في تركيا. نرجع، دخلت إلى حفل، إلى عرس، يلا طفوا هذا حرام. ليست هذه الفائدة المرجوة. نحن نريد من بناتنا إذا دخل لما تفوتوا تقعدوا تبارك لكم، والله ألف مبارك، والله يتمم لكم الأفراح، والله يخلي لكم أبنائكم وكذا، بعدين أخذت الميكروفون حكت لك كلمتين ربطت القلوب مع الله. هاتوا لشوف، جاوبوني أيهما أفضل؟ أيهما النتيجة أعظم؟ ما بدنا نضحك على حالنا إخواني، نحن نريد أن نكون
أناسا مؤثرين في المجتمع المسلم. نحن لا نريد إذا رأينا صاحب معصية امرأة أو رجل أن ننهره وأن نغلظ عليه وأن نسيء له الكلام، وبعد انصرافنا يعود إلى مجونه ومعصيته بل قد يزداد. نحن نريد من يصلح القلوب ويربطها بالله سبحانه وتعالى، وهذه وظيفة المرأة المسلمة. وظيفتكم أنتن فيا أيتها الفتاة المسلمة كوني صاحبة رسالة. صاحبة رسالة أينما كنت. مجرد خروج، أنا أقول لإخواني دائما فأنا مسلم، خروج المرأة من بيتها بحجابها أنت صاحبة رسالة، تقولين للعالم كله أستطيع أن ألبس حجابي رغم حرب العالم كله للدين والحجاب والستر والفضيلة. من دون ما تتكلمي، من دون ما تدرسي، من دون ما تربي حدا، مطالعة من بيتك بحجابك، هذا مشروع. افتخري به وارفعي رأسك بينك وبين ربك عاليا. بس انت طالعة محجبة، هل يخطر في بالكن انه انت لابسه الحجاب ورايحه سيران مع رفقاتك او مع اهلك، طالعه على البقاليه تشتري اغراض، لبست الحجاب وطلعت تشتري اغراض وراجعه على البيت، هل خطر في بالكن ان كن في طاعه دائمه؟ الحجاب طاعه عباده. ما الذي يخفف عليكم حر الصيف؟ هو تفكيركم بهذا الكلام. ما الذي يخفف عنكن يعني تكاليف الحجاب والبس الحجاب وحط الحجاب وقيم الحجاب وركز الحجاب؟ ما الذي يخفف عنكن ذلك؟ عظمة الأجر والثواب الذي تعيشه. ثم هناك من الطاعات، وهذا الذي أريد أن أختم به إن شاء الله مجلسي معكن، هناك من الطاعات الإخلاص ملاصق لها، والرياء وحظ النفس أبعد ما يكون عنها. شلون؟ ذكرنا في كلامنا أن المرأة التي تقف في مطبخها لرعاية طعام البيت وتحضير ما قبل الطعام وما بعده هي في طاعة وعبادة. ليس هذا فحسب. المرأة التي تقف في محرابها ومصلاها كالرجل الذي يقف في المسجد ومحرابه ومصلاه، كم وكم يحتاج لتطهير نفسه وتصحيح نيته وإبعاد الرياء وجلب الإخلاص في العبادة. كم وكم ما ينتهي موضوع تصحيح النية. إخواني هل ينتهي؟ ما ينتهي. أما سألتكم بالله، المرأة التي تقف في مطبخها، في حدا بيفكر انه والله بدها اخلاص وخايفه من الرياء وهي عم تجلي او عم تطبخ او عم تحضر الاكل او عم تقيم الاكل مو لله يعني يدخل الرياء وعدم الاخلاص في المساله؟ ابدا ما يدخل، بالعكس الله يكون له معين ظاهرا. فاذا عملها ادعى للقبول من بعد الطاعات والعبادات. وكذلك الحجاب للمرأة، بمجرد لبسها للحجاب هي في عبادة وطاعة خطر في بالها أو لم يخطر، فكرت بهذا الأجر أو لم تفكر، ولكنها إن فكرت بذلك ازداد أجرها وازداد ثوابها. وهذا الذي أريد أن أوصله لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عن بنات المسلمين شياطين الإنس والجن الذين يقللون من عظم رسالتهن المنزلية والدعوية والفكرية، سائلا الله أن يبارك في هذا المركز وأن يجزي القائمين عليه إدارة ومدرسات وطلبة وحضورا وضيوفا خير الجزاء. بارك الله بكن جميعا وأحسن إليكن وأعطاكم الأجر وزيادة، والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك خير سيدنا. السؤال الآن يعني كأن في أخواتنا وبناتنا الله يجزيك خير يا رب، عندما نقرأ صحيح الإمام البخاري، نقرأ موطأ الإمام مالك،
نقرأ للأئمة رضوان الله أئمة الحديث. سؤال يتبادر: أنا كأم عندما أربي ابني أليس لي أجر في تربيته؟ واضح السؤال. هل تسمح لي أن أجيبك بومضة فكرية أو يعني كلام واقعي من خلال بعض الأئمة؟ هل تسمح لي؟ يعني هل تسمح أن أنتقل من سؤالك إلى جواب بطريق آخر؟ والله أيها الإخوة أيها الإخوة والأخوات كثيرا ما أفكر، وكتبته في أحد الكتب، مطبوع في كتاب، أما في المجموعات وفي العالم الافتراضي كثير، لكنه مطبوع في كتاب. أقول وأكرر: ما هو السر؟ ما هو السر؟ ما هو السر لأم الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنها وعنه حتى صار أكثر العالم الإسلامي يتعبد الله على فقه ابنها؟ يكفيك بالجواب؟ كثيرا ما أفكر، أنا أقول: ما هو السر؟ ما هو السر بين أم الإمام أبي حنيفة وربها حتى كان ابنها أعظم إمام عبد المسلمون ربهم على فقهه وكلامه واجتهاده إلى زمننا وإلى ما يشاء الله تعالى؟ هل خطر في بالكن أن كل من يقلد الأئمة الأربعة عمله في صحيفة من ربى الأئمة الأربعة؟ هل يخطر في بالكن أن كل ولد وابن هو أو ذريته أو ذريته إلى ما شاء الله تعالى إن عملوا بطاعة أو علم أو أدب أو فضيلة فهو في صحيفتكن؟ هذا هو جوابي على سؤالك. سؤال آخر لأخواتنا وبناتنا الله يحفظهم جميعا. سيدي، عندما إن شاء الله منهم من عاد إلى سوريا ومنهم إن شاء الله سيكون له يعني بالتأكيد لنا عودة إلى سوريا، ما دوري كزوجة كفتاة كأم كمربية في بناء سوريا؟ في بناء سوريا الحديثة الآن، في بناء سوريا المحررة الآن، وظيفة الجميع أن لا نكرر الضياع الديني والعلمي الذي كنا عليه في سوريا. بلدنا بلد خير كبير، بلدنا بلد علم ودين ودعوة وفكر وهداية، ولكن هناك أخطاء عليها ألا تتكرر هذه الأخطاء. وظيفة الأم والآنسة والمربية والأستاذة أن تزرع في أبنائها ما زرعته أسماء في ابن الزبير، أن تزرع في أبنائها ما زرعته سمية في ابنها التي استشهدت أمامه. وظيفة الأمهات والمدرسات والداعيات أن يجعلن مصلحة الأمة أعلى من أي مصلحة أخرى. مصلحة الأمة أغلى من مصلحة منهجي ومذهبي وأساتذتي وما كنت عليه. العهد الذي أخذناه من مشايخنا عندما تخرجنا بحضور شيخنا العلامة المربي فقيه بلاد الشام الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى، في يوم تخرجنا ماذا كان العهد؟ كان العهد أن نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. كثيرا ما أسأل ويكتبون لي بعضهم محرشا وبعضهم محبا، فلان مع الثورة وفلان مع الثورة. أقول وأكرر وعلى العلن وفي الملأ مكتوبا ومسموعا أن الذي أتعصب له هو ديني ومصلحة عامة المسلمين، أقدمها على كل شخص ولو كان والدي. فلا شيء عند المسلم أغلى من مصلحة الأمة ومن الوقوف مع المظلومين ومن محاربة الظالم. فهذه رسالة
مو بس للأمهات ولا من المدرسات، بل هي نصيحة ورسالة لكل واحد منا. طيب قد يكون القتل برصاصة وقد يكون القتل بكلمة. بكلمة أقسم لكم بالله أحد الذين اعتقلوا في أحد فروعة المخابرات في سوريا في دمشق، أحد الذين كانوا معتقلين في فروعة المخابرات، وكان يفعل الإهانة والإذلال به الشيء الكثير. أتوا بهذا الرجل، وهذه القصة أرويها عن صاحبها وليس قيلا عن قال، أرويها عن صاحبها والله شاهد على ما أقول، وليس قيلا عن قال. قالوا لهذا الأخ الكريم في أحد فروعة الاستخبارات وأقبية السجون والتعذيب في سوريا، كانوا يسألونه من سؤال إلى سؤال ومن كلام إلى كلام، ثم قال أحدهم للآخر: هؤلاء الزبانية، زبانية المعتوه الفار المجرم ابن الطاغوت المقبور المجرم. ماذا قالوا لهذا الأخ الذي كان في فرع المخابرات؟ يلا شو اليوم؟ قالوا له يوم الخميس، أيام المظاهرات والاحتجاجات السلمية وكذا. قال مو مشكلة، غدا بيخرج شيخنا فلان وسموه، أنا لا أريد ذكر اسمه الآن، والله سموا الشيخ وقالوا لهم يلا غدا بيطلع الشيخ على المنبر وبيعطيهم إبرة تخدير للشعب. أنقل هذه القصة عن صاحبها. أكثر الذين وقفوا ضدنا أيام الثورة السورية كانوا يحتجون بفتاوى فلان أو بمواقف فلان، فديننا أغلى. ماذا قدمنا نحن؟ بعض إخواننا يقول لي: يا شيخ فلان بيحكي عليك، فلان يكتب ضدك. طبعا الإنسان يسعى للسمعة الحسنة في الحياة الدنيا، نحن مأمورين بذلك، ولكنني عندما أفكر أنا ماذا قدمت فداء لانتصار الثورة السورية؟ بعضهم قدم ابنه، بعضهم قدم يده، بعضهم دفع روحه. نحن لا نحارب الطغيان والمنافقين له وأزلامه مشان فلان مشان ما ينحكى علينا. تبا لحياة دنية يقدم فيها الإنسان سمعته على مصلحة الأمة ونصرة المظلومين. فهذا هو جوابي على سؤالك. أحسن الله إليكم أجمعين، جزاكم الله خيرا. هذا عندي سؤال، تفضل شيخ. الله يبارك فيكم يا رب. نحن نتمنى لو كان الوقت يطول بنا إلى ساعات مع فضيلة شيخنا، لكن حتى لا نطيل عليكم وعليه الله يحفظهم، أختم هذا اللقاء الطيب المبارك بوصية كأننا أخذناها الآن من شيخنا حفظه الله عز وجل: لتكن كل أخت منكن صاحبة مشروع. أبدا، أحسنت الختام، والله هذا الذي أردت، والله هذا فحوى اجتماعي بكن اليوم. كل واحد منكن صاحبة مشروع. وله عبارة دائما أحفظها من فضيلته: من يريد يستطيع. من يريد يستطيع. الجزائر كما تعلمون حوربت من قبل الاستعمار الفرنسي، ومؤسس الحركة النهضة العلمية الشيخ عبد الحميد ابن باديس ذهب إلى المدينة المنورة يطلب العلم، وكانت الثورة الجزائرية على أوجها، فالتقى ببعض علمائه، قال لهم: ماذا أفعل؟ قال شيخه قال له: ابقى هنا في المدينة المنورة، وكما تعلم الجزائر وحداتها. ثم أن صادف أن التقى بمولانا الشيخ حسين أحمد المدني. حسين أحمد المدني شيخ مشايخنا في الحديث. نعم، رحمه الله. شيخ مشايخنا في الحديث. نعم. وفي الهند كانت مستعمرة من قبل مين؟ الإنجليز. فالشيخ حسين أحمد المدني رحمه الله عز وجل الآن له تلامذة في دار العلوم ديوبند، في كل سنة يقرأ صحيح البخاري بآلاف الآلاف. آلاف الطلبة يا إخواني، آلاف الطلبة لهذا الشيخ. فقال له كلمة: يا عبد الحميد، إن بقيت هنا في المدينة فمن يكون للجزائر؟ فعاد إلى الجزائر
وأسس مدرسة النهضة العلمية وكان له آلاف الآثار، فجزى الله عنا شيخنا الشيخ محمد وائل الحنبلي. وهذا الأثر الذي أخذناه اليوم كل واحدة منكن بإذن الله صاحبة مشروع. أسأل الله تعالى أن يعلي قدركم وأن يبارك الله في عمركم، وكما تفضل شيخنا بحديث رسول الله: لا تحقرن من المعروف فوالله أنتن على ثغر عظيم، أنتن كما كان الصحابة على جبل الرماة. فبارك الله فيكم، والدعاء من فضيلته حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن نكون دعاة خير إلى سبيلك. اللهم إنا نسألك أن نكون دعاة فلاح. اللهم إنا نسألك أن نكون دعاة علم بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، اللهم اجعلنا مصلحين مؤثرين، اللهم اجعلنا مؤثرين بمصلحة عامة المسلمين بكرمك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذا المركز أن تخرج منه الآلاف ممن يدعون إلى سبيلك ويعلمون دينك بالحكمة والموعظة الحسنة. اللهم ارحم من أسس هذا المكان، وبارك من يعمل بهذا المكان، ومن يدرس أو يدرس أو يقوم عليه أو يزوره أو يحسن إليه، ومن صنع فيه معروفا. اللهم اغفر لمشايخنا وبارك في أهلنا وأحبابنا وإخواننا، وتقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستاذ محمد من بعد إذنك، إن الله إذا أرادك الله لشيء هيئك له. لا تستطيع كل أخت مسلمة